يا مساء الفل يا شباب. موضوع النهارده عن بطاريات العربيات. وطبعا دلوقتي معظمنا عارف ان البطاريات اللي موجوده كلها بطاريات جافه، مش زي زمان اللي بتبقى سايله وفيها عيون بتتزود وتتشحن والكلام ده. البطاريات الجافه من المزايا بتاعتها ان هي بتدور معاك حتى لو ركنت العربيه لمده شهر، تيجي تدور على طول هتلاقي العربيه بتدور. لكن وقت ما بتقطع مره واحده، فوارد تقطع معاك وانت في مشوار، او ركنت العربيه ونزلت لقيتها ما بتدورش، او في العاده انها بتبقى الصبح بتقطع معاك. فانت عشان تقدر تعرف امتى البطاريه محتاجه تتغير، هو انك لما بتدور العربيه كل يوم وانت بتستخدمها ورايح شغلك، فبتحس انك عارف لما بتدوس على ستارت او بتدور العربيه بتلاقي العربيه بتدور في رينج وقت معين. يعني ثانيه، نص ثانيه، على حسب بقى الافريج بتاع العربيات او الطبيعي بتاع العربيه. طيب لقيت ان انت بتدوس على ستارت العربيه بتدور بس بتاخد وقت، عتله غريبه في تاخيره شويه في الدواره، ده معناه على طول ان البطاريه قربت تقطع منك. وبتبتدي تعمل السيرفي بتاعك وتكلم الناس وتشوف الانواع اللي موجوده في السوق، وايه الاحسن وايه الاوحش والكلام ده. انا مش من حلفاء الموضوع ده، لاني مش من حلفاء انك تجيب بطاريه غاليه وخلاص. بالعكس، هي الفكره كلها في حاجتين. اول حاجه تاريخ الانتاج. بعض البطاريات بيكون مختوم على القطاش بتاع البطاريه، بتلاقي مكتوب تاريخ الانتاج زي الكاوتش. اول رقمين ده الاسبوع، تاني رقمين دي السنه. في بطاريات تانية بتلاقي البطارية نفسها محفور عليها برضو الأربع أرقام، أول رقمين الأسبوع وتاني رقمين السنة. عندك بوش مثلا ممكن يبقى من تحت مختومة، من تحت بتبقى محفورة برضو فيها. فلازم أول حاجة تاريخ الإنتاج، تاني حاجة الشخص اللي أنت تثق فيه عشان تقدر تجيب منه البطارية، المحل أو الكيان اللي أنت بتتعامل معاه بقالك سنين. لأن الموضوع ده فيه قلق كتير، فيه ضرب للإنتاج. بعض الموردين اللي بيروحوا للمحلات الكبار دول يقولوا لهم شوف التاريخ الانتاج اللي انت عايزه اعمله لك على البطاريه. للاسف في عدم ثقه في الموضوع ده، ومفيش ضمير في الناس كتير. فلو انت بتتعامل مع حد محترم، هو اصلا بيعرف المورد اللي بيتعامل معاه ويقول له هطبع لك تاريخ الانتاج، وما بيتعاملش معاه تاني. ليه؟ لانه عنده قاعده عملاء بتاعته ما عندوش استعداد ان هو يخسرهم. فشخص زي ده تتعامل معاه وانت مآمن جدا. الحاجة التانية، انت امتى تركب البطارية؟ طب انت عرفت ولقيت تاريخ الانتاج ومحفور وكل حاجة، انت بتتكلم في افريج 3 شهور. لان الشخص المحترم اللي انت بتتعامل معاه لما بيعدي الثلاث شهور على البطارية، هو اوريدي ليه الاثوريتي ان هو يقدر يرجع البطارية وياخد واحدة تانية تاريخ انتاج جديد. فاللي ماشي مظبوط هيريحك. فلازم تبص على تاريخ الانتاج، ركب في خلال شهر اتنين تلاتة من تاريخ الانتاج اللي محفور على البطارية، بلس ان انت بتتعامل مع حد واثق فيه. دي اهم حاجه. موضوع بقى الانواع والاشكال والغلو والاسعار والحاجات دي كلها، فهو برضه لو حد انت بتثق فيه هيقول لك ما تاخدش بالسعر العالي، وخد بسعر ده. البطاريه دي انا اضمنها، تاريخ الانتاج بتاعها مظبوط، معاك شهاده ضمان بتقول ان قدامك سنه. حته المده بقى تقعد معاك سنه، تقعد معاك سنه ونص، تقعد معاك سنه وشهر، دي بترجع لاستخدامك للعربيه. لان برضو انت لو بتركن العربيه بالست سبع شهور ما بتدورهاش، البطاريه هتبوظ. ده مش معناه ان هي لازم تقعد او ان هي كده لسه فيها مده، لا، هي كده بتقطع منك خلاص وهتبوظ، وهتلاقي نفسك انت مش عارف تغطيها في الضمان، لان العربيه ما دارتش او العربيه ما مشيتش، فبالتالي ما شحنتش. فدي حاجات مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها في التغييرات. ولو حد احتاج اي حاجه او عايز يسال على اي اسئله او عايز اثباتات بالحاجات دي بالصور، يبعت لي انا. اوريدي الفيديو لما بنزله بنزل تحت في اول كومنت هتلاقوا كل اللينكات بتاعتي. تحت امركم، واسف لو كنت طولت عليكم.